السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ مكملين في تمرينة الكتف. زي ما نزلت قبل كده الفيديو بتاع شرح الكتف الخلفي بالبار. هو طبعا ما بيشتغلش كتف خلفي، هو بنسميه بس كتف خلفي عشان انت بتلعب بالبار ورا دماغك. وطبعا نص الفيسبوك كان بيشتم اللي هو تبع المدرسه الجديده، ونص الفيسبوك اللي هو المدرسه القديمه كان بيشجعني وتمرين كويس وكل حاجه. النهارده هيبقى العكس، المدرسه القديمه ممكن اتشتم منها والمدرسه الجديده ممكن يشجعوني. بس هو ده اللي انا اتعلمته، وهو ده من الخبره ومن الدراسه اللي انا شفتها. الكتف الامامي بالبار بيشتغل طبعا كتف امامي. المشكله ان في المدرسه القديمه كان بيتلعب وانت قاعد، طبعا يفضل بكتير جدا تتلعب وانت واقف بالبار. المسار الحركي بتاعه واحنا كنا قاعدين كنت بتقعد على البنش، بيبقى البار قدامك كده بالظبط، وبتزقه قدامك وتطلع تاني. فالمسار بتاعه بيبقى فعلا قدام الجسم، مش في مستوى الكتف. المدرسه الحديثه، او يعني مش عايز اقول مدرسه حديثه قوي، بس هو مثلا بالباور ليفتر، بالكروسفيت، بالالعاب اللي هي العاب القوه، البار الامامي هو اصلا حركه من الحركات بتاعتهم، فالاداء الصحيح بتاعهم هو من تبعهم هم. فالفكره كلها ان البار بيبدا من هنا وانت واقف، وبينتهي فوق راسك بالظبط في نص الراس. فانت بيبان لو انت ما لعبتوش ان في حد بيزق دماغه، لا، بس هي الفكره كلها وانت طالع بترجع بس رقبتك ورا صغيره عشان البار يطلع فوق، وبعد ما تطلع فوق بترجع رقبتك في مكانها الطبيعي. تعال نشوف، بس عشان اكون صريح معاكم، ده يعتبر تاني او تالت دور ليا. انا اول دور لعبت بوزن خفيف عشان اسخن الحركه نفسها. انا مثلا لعبت 3 4 تمارينات كتف، بس لازم بسخن الحركه نفسها بوزن قليل عشان ابقى عارف المسار الحركي بيبقى عامل ازاي، وعشان كتفي وعشان كوعي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، واحد، اثنين. بس كده، هو ده الحكايه كلها. جربها وقول لي رايك. يلا، سلام عليكم.